مرحبا بكم في القناة. الاسم ديالي هو مريم اللي كيشاهدني لأول مرة. اليوم غنحضر لكم واحد الوصفة ديال مافنز الليمون. كنعرفوا هذا هو الموسم اللي كيحضروا فيه جميع الانواع ديال الليمون بواحد القوة، ولقنا فصل الشتاء هو الفصل اللي كنبغيو نستفيدوا من هذه الفاكهة ونقوموا بالتحضير ديالها والتطبيق ديالها في وصفات مختلفة، لا كانت مالحة ولا كانت او ميم طون سكري، علاش لا. اليوم جبت لكم واحد الوصفة جد مشهية اللي هي ديال مافنز الليمون. ما فيهمش بزاف ديال المكونات، اقتصادية، ما كتحتويش لا على الحليب لا على الياغورت لا على الزبدة. ضروري تجربوا الوصفة في هذا الموسم، اكيد غتنفعكم، غتعجبكم وغتعجب الوليدات الصغار ديالكم في العاود تشريو ليهم لي كاب كيك ولا المافنز اللي هما الجاهزين الصناعيين. احسن بكثير انكم تحضروهم في المنزل. المقادير غتكون كالتالي: غنحتاج 240 ملل من الزيت النباتي، احسن انها تكون زيت ديال عباد الشمس ولا ديال الكولزه. غنحتاج ايضا السكر، غنحتاج منه 240 غرام من السكر حبيبات، 4 البيضات من حجم متوسط. غنحتاج القشور ليمونه كبيره. غنحتاج لي زاموند ايفيلي. غتكون عندي ايضا القشور ديال الليمون معسل، ممكن تشريو من عندنا ديال الحلويات ولا تحضروا بنفسكم. غنحتاج تقريبا واحد 20 غرام من خميره الحلويات، واحد ملعقه تمائده من السكر منكه بالفانيلا، 280 غرام ولا مليلتر من الليمون العصير ديالو. اخر شيء هو الدقيق الخاص بالحلويات ولا الكيك، غنحتاج منه 400 غرام. غناخذ واحد الاناء اللي غنكسر فيه هاد 4 ديال البيضات، غنقوم باضافه السكر حبيبات، غنضيف عليها السكر المنكه بالفانيلا، وغنضيف القشور ديال برتقاله كبيره تكون من الحجم الكبير. هنا غناخذ المضرب اليدوي، ما محتاجاش نهائيا لعده اناء واحد غنحضر فيه هذه الوصفه، وغير بالمضرب اليدوي بدون استخدام المضرب الكهربائي. غنخلط جميع هذه العناصر مزيان حتى نتاكد من ان السكر حبيبات بدا كيذوب في البيض. نستمر في الخلط بنفس الطريقه ونتاكد من ان ديك القشور ديال البرتقاله اللي قمت بالبشر ديالهم انهم تحلوا ليا في هذا الخليط. هنا غنقوم باضافه عصير الليمون اللي هو طازج طبيعي، ما تستخدموش الصناعي ولا الواجد اللي كيتباع في المحلات التجاريه، من الاحسن انكم تطحنوه وتعصروه عفوا. هنايا كنقوم بالخلط وكنتاكد من ان داك السكر حبيبات داب ليا تماما. هنا كنخلي الزيت من بعد هذا كنقوم بالاضافه ديالو، حيت الا ضفته قبل غيمنع ان داك السكر حبيبات انهم يذوبوا ليا في هذا الخليط. هنا كنقوم بالاضافه ديالو تدريجيا على الخليط، وكنتاكد من انه ممتزج في الخليط تماما. في هذه المرحله كنوقف الخلط وكناخذ المنخل، وكنخل العناصر الجافه اللي هي الدقيق وخميره الحلويات. على عكس انواع اخرى من المافنز، هاد المافنز ما محتاجينش اننا نستخدموا فيها بيكربونات الصودا المعدة للطبخ، كنستخدموا غير خميره الحلويات. تستمروا في التخليط حتى تتاكدوا من انه ما بقاتش تكتلات للدقيق، ولا بقاو الدقيق كيبان كجاف، كيبان في الاناء اللي نتوما كتحضروا فيه المافنز. هنا كما غتلاحظوا غنوقف الخلط اون فوا يبان ليا بان جميع العناصر ديالي متاجات، مبقاوش عندي حبيبات متكتله ديال الدقيق. وهذا هو القوام اللي انايا كنقلب عليه. هي كتجي المافنز كيجي واحد شويه ثقال، ما كيجيوش جارين. انواع ديال الكيك بارفوا خاصنا نحضيو القوام ديال داكشي اللي حنايا كنخدمو باش نعرفوا واش غيكون ناجح ولا لا. هنا خديت الصينيه ديال الفرن اللي كنطيب فيها المافنز، ممكن تستخدموا القوالب ديال السيليكون كما وريتكم، ممكن تستخدموا غير الصينيه لوحدها، دهنوها بالقليل من الزبده والدقيق. باش نسهل عليه العمليه ديال سكب الخليط في القوالب ديال السيليكون ولا القوالب ديال المافنز، وضعت الخليط ديال المافنز وضعته في اناء زجاجي اللي عنده داك الفم اللي كنسكبو منه، كيسهل عليا انني نضبط الكميه المقدار ديال الخليط في كل قالب. كنكمل العمليه حتى كنكمل جميع الخليط. هنا هاد الوصفه اللي حضرناها اليوم غتعطينا 18
مافن اللي هما من الحجم الكبير. الا استخدمت الكاب كيكس غيكون عندي العدد اكثر بكثير. الوغ بالنسبه للمافنز هذا هو الحجم اللي كيكون عندهم. الشيء الاخر اللي غنستخدم القشور ديال الليمون ولا ديال البرتقال معسله، قطعت المربعات صغيره، غنوضعها في الوجه، راه غتنزل من بعد لتحت ديال المافنز، وعلى الوجه غنوضع لي زاموند ايفيلي. وهادو هما كما شفتوا من بعد ما كملت التزيين ديالهم غندخلهم الفرن على درجه حراره 180 لمده ديال تقريبا 40 دقيقه حتى يتحمروا ليا من الفوق ومن التحت. انا كنشتغل بالمروحيه، ممكن الا كان عندكم الفرن التقليدي تشعلوا عليه من التحت، ومن يتبان لكم الطابه تحمرت من التحت طفيو لتحت وتشعلوا عليها من الفوق باش تحمر من الوجه ديالها. هادو هما المافنز كيفاش كيجيو في الاخر. داك اللون ديالهم الذهبي، ومني كنحلوهم من الداخل ولا واحد الريحه ديال الليمون اللي كتكون في المطبخ. كنقوم بتزيين الوجه ديالهم بالقليل من قطع قشور ديال البرتقال اللي معسله. ممكن تزينوهم باي طريقه تزيين كترجع لكم. انا هنايا المافنز من بين الانواع ديال لي كيك اللي كنبغي نحضرهم، وخصوصا ملي كيكونوا بنكهه الليمون. على القناه غنحضروا العديد من الوصفات اللي غيكون النجم الرئيسي ديالها هو الليمون هذا الشهر. انا كنقول ليمون، كاين اللي كيقول البرتقال الحامض، كاين اللي الحامض بالنسبه لي هو الليمون. كل منطقه في المغرب وكيفاش هاد الفاكهه كتعطيها اسم. انتم انا غنحل لكم باش تشوفوا كيفاش عامل من الداخل للداخل ديالها. بنينه بزاف، الريحه ديالها ما كتقاومش، رطبه، بقات مده اسبوع في الثلاجه وانا كل مره كنخرج منها قطعه كناكلها. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم. اللي كيشاهدني لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر ديال الجرس باش يوصلوا كل جديد، وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله عما قريب.